ممبر تريننج من أسرة صفا. السيزون اللي فات استضفنا دكاترة وعملاء عشان نقوي العلاقة بين الطالب وبين الدكاترة. السيزون ده هنعمل حاجة مختلفة، عايزين نقوي علاقة الطالب بالكلية نفسها، أو بمعنى أصح نخليه يشترك في النشاطات اللي جواه. طب محدش عرفنا على النشاطات دي أكتر من طلبة النشاطات نفسهم والخريجين. عشان كده النهارده معانا حميدو رئيس الاتحاد ومعانا نورة نائب رئيس الاتحاد. حميدو ونورة ممكن تعرفونا بقى نفسكم؟ لا اتفضلي بقى. ما انت والله لا والله يا جماعه انت البنت، انت البنت والله. اتفضلي انت الرئيس يا ستي، انت النائب. ماشي. نورة طارق نائب رئيس الاتحاد. دخلت الاتحاد عن طريق الاسر. حسام حمدي رئيس الاتحاد. دخلت الاتحاد عن طريق اللجنه الفنيه. دخلت في سنة كام كده؟ لا انا داخله من 3 سنين تقريبا. كان امين لجنه فنيه، وطبعا عشان السنه اللي فاتت توقف الاتحاد وما حصلش انتخابات، فسنتين امين لجنه وبعد كده رئيس الاتحاد. انت يا نورة؟ انا دخلت الاتحاد من اولى. كنت لجنه علميه، بعدين لجنه اسر، نائب رئيس الاتحاد. طيب بالنسبة لأن الفترة دي فترة ثانوية عامة وكده، انتوا دخلتوا الكلية ازاي؟ كانت رغبة شخصية ولا التنسيق هو اللي حددكوا عليها؟ انا كانت رغبه امي بصراحه. اقول كده عادي. وانت يا حبيبي؟ شوت لطنط الناس. مش هفرج عليها. لا انا دخلتها استخسار عادي. والله دخلتها استخسار مجموع. يعني انا جبت 75 ونص فاستخسرت المجموع، فقلت خلاص ما دخلت تربيه. مفيش حاجه ثانيه اعلى من كده. اللي اعلى من تربيه كانت ساعتها بقى اقتصاد وعلوم سياسيه، وانا اكيد مش هخش اقتصاد وعلوم سياسيه عشان برضه مجموعي ما يجيبهاش. فقلت خلاص هخش ايه ما غيرها، مفيش تاني. لا انا كنت داخله صيدله. والله صيدلة كنت مترجته صيدله. والله كان نفسي في علوم. انت بترجعي صيدله وانت بتذاكري. وانت بتذاكري ايوه، ما ده عادي. كنت مترجته صيدله عشان انت كنت علمي. ايوه طيب ما عشان كده. لكن انا صح، ما انا قادر انا هجيب ايه يا اخي؟ ما عندوش تارجت. على فكره لا انا جبت، هو تارجته انا جبت تربيه. التارجت. تربيه؟ ايوه انت كنت متارجت تربيه؟ لا تخيل بقى انت التارجت بتاعك ما كانش في دماغي اصلا. تربيه. انا كنت عارف ما كنتش اتعامل مع تربيه، بس انا كنت يعني متارجت حاجه عاليه ايا كان. انا كنت تارجت مجموع، يجي المجموع بعد كده نشوف مش مهم. احنا كلنا لما بنيجي اول سنه نخش الكليه بنحس ان احنا المكان ده مش مكاننا والزمن ده مش زماننا، بما انك داخله على رغبه ماما هو راجل داخل استفسار. ف يعني حصل ايه؟ مش ما حسيتوش ان انتوا تايهين اول فتره؟ حسيتوا ايه الصعوبات اللي بتواجهوها؟ طيب انا كنت داخله مش عارفه اي حاجه، يعني ما كنتش عارفه ايه تربيه دي. عارفه ان انا بطلع مدرسه، بس هدرس ايه؟ انا كنت مختاره قسم علوم عشان هو كان اقرب حاجه اللي انا عايزاه. انا كنت عايزه حاجه علميه، فده كان اقرب حاجه في تربيه. فدخلت قسم علوم. ما كنتش عارفه ايه المواد اللي انا هدرسها. انا لو كنت اعرف ما كنتش دخلت. بس اول حاجه عملتها ان انا بدات ادخل على جروبات الفيسبوك الخاصه بالاسر او بالقاده او بالكليه عموما، وبدات ان انا اعرف حاجات اكتر عن القسم اللي انا داخلاه، وده حاجه اهلتني للنشاط. يعني اول حاجه ان انا عملتها دخلت على جروب اسره مصر مستقبل، وبدات ان انا اعمل سيرش واعرف بيعملوا ايه شغلهم، وعرفت ان النشاط بيتقسم كذا حاجه، وعرفت اكتر عن النشاط. بعدين بدات ان انا مع اول يوم دراسه انا كنت في الاسره. اغلبيه كمان الجروبات دي بتساعد الطلبه عموما في حوار ان هم يعرفوا المواد اللي عليهم، يعرفوا جدا مثلا امتحانات سابقه، دفعه قديمه تساعد الدفعات الجديده. فالحاجات دي برضه بالظبط. واحنا كنا داخلين لايحه كانت تاني سنه ليها، فدي كانت حاجه كويسه ان كان في ناس قبلنا، فكان الموضوع اسهل شويه. ايوه ان انا كنت عارفه المواد اللي عليا والمواد اللي انا هدرسها في اولى. بس هو كان الموضوع صعب شويه بالنسبه لي لان انا كنت لسه مخلصه ثانويه عامه، يعني طالع عيني في كيمياء وفيزياء. فدخلت لقيت اول سنه 3 مواد كيمياء، مادتين رياضه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه من اولى ثانوي، فكان الموضوع صعب معايا قوي. يعني انا تقريبا اولى كانت اصعب سنه عدت عليا. بالنسبه لك بقى حميد؟ لا انا اولى عادي عدت عادي. انا اولى بالنسبه لي عدت عادي، ولا صعبه ولا حاجه. مش عايز ليه صعبه قوي؟ ادبي دول ليه صعبه قوي؟ انا دخلت عادي ادبي. هو ايه اللي ادبي؟ استنى يا الادبي ما عندناش مشاكل عندنا في الكليه. انا دخلت عادي والله. انا كانت اكبر مشكلتي ايه عام وايه اساسي. بعد كده لما عرفت ان طفوله اصلا بنات بس انا كانت كل مشكلتي ان انا عرفت طفوله بنات بس، فخلاص دي بره حساباتي. بس اساسي ولا عام بس. فانا هوافق معاه تقريبا على درجتين ولا 3 درجات ان انا اخش عام، عشان كنت عايز اخش مع صاحبي عشان هو داخل عام تاريخ وانا كنت عايز اخش معاه. ما انا كده يعني جغرافيا تاريخ،
فلقيت ان بعد كده خلاص اخش دراسات بقى طالما انا كده كده اساسي، فدخلت دراسات مش هتفرق بقى الاثنين مع بعض، بدات بقى اصبر نفسي الاثنين مع بعض الحاجات دي. بس بعد كده قعدت سنه كامله ما دخلتش اي نشاط ولا اي حاجه، لان ما كنتش مهتم اصلا بالنشاط ساعتها. عديت اول سنه، بعد تاني سنه بقى بدات في صيف تاني سنه دخلت بقى، بدات اعرف النشاط وبتاع، بعد كده دخلت المسرح، وبعد كده منه بدات افهم بقى ايه الدنيا في النشاط والدنيا دي كلها. فبس فالدنيا سهله، انا مش عارف انت ليه صعبتيها على نفسك في اول سنه. انا علمي. ايه احنا عندنا الدنيا صعبه، انت صعبة على احنا عندنا نفسك. فيزياء انت وكيمياء. صعبه على نفسك احنا برضه، الاثنين في تربيه. كلنا تربيه يعني قشطه. انت بس اللي احنا صعبه. بناخد فيزياء وكيمياء. عادي، أيوة. انا باخد جغرافيا بعدين وتاريخ. بندخل اول سنه، بعدين احنا عندنا بندخل اول سنه نلاقي رياضه. ما انا فدي خدت كانت رياضه في بالنسبه اول لنا سنه. بجد والله. اه والله، ما وانت دي على ادبي؟ طول، ما دي تربوي. انت ايه مش الرياضه ايه تربيه؟ اه لا، احنا عندنا كان واخدها تربوي. ايوه المواد كان عندنا الرياضية. اساسيات رياضه، لا، كان مش عندنا اختلاف، كان عندنا حسبان، إجباري. وكان عندنا حاجات كتير كده. رؤساء الاتحاد بقى فكلمونا عن أهمية العمل التطوعي، بما إن انتوا بقالكم حوالي 3 سنين فخمرتوا جوه يعني. لا، هو بصراحه يعني موضوع العمل التطوعي هو فعلا مفيد، بس هو قبل ما هيبقى مفيد يعني ماشي مفيد للكليه، بس هو فعلا مفيد ليك انت اكتر، لان بيفرق معاك في حاجات كتير، بتفرق معاك في تعاملك مع الناس، في ازاي مع الوقت انت هتتعود ان ازاي تبقى ليدر مع الناس، وتقدر تتكلم وتبقى مسؤول عن حاجات وتقدر تنفذها، ويبقى عليك تاسكات ومش عارف ايه. الحاجات دي فعلا بتأهلك قبليها، حتى قبل ما تخش على سوق العمل. هي بعيدا بقى عن سوق العمل، انت لما تنزل تشتغل يبقى عليك فعلا مسؤوليات، فان انت بتتعود ازاي يبقى عليك فعلا ضغوط ومسؤوليات، فان انت تقدر يعني تبقى عليك وعود لازم توفي بيها في مواعيدها، في كل حاجه الديدلاين بتاعك لازم تروح في يومها، لازم في الساعه دي ما تاخرش بتاع، بعيد عن ان احنا بنتاخر عادي، بس يعني ده يعني فعلا بتبقى مفيد، وبتختلف بقى على حسب اللي انت هتخشه، او ايه النشاط اللي انت هتمارسه في الكليه، بيفرق برضه، بس هي كلها بتصب في نفس الحته، اللي هو في الاخر، في الاول وفي الاخر هي في كل الحاجات في نفس الدايره اللي احنا بندور فيها، هي برضه إفادة شخصية. كله افاده شخصيه. ماشي، في الاخر كل ده بيصب في مصلحه الكليه في الاول وفي الاخر، بس انت برضه زي ترس في مكنه كبيره، بس انت لو الترس ده فعلا وقع فالدنيا كلها هتقع، فدي برضه مفيده جدا لكل حاجه الصراحه. حلوة. وانت يا نور؟ انا اول ما دخلت اسر، فالاسر شغلها مش حاجه واحده، شغلها متقسم بين خيري وخدمي. فانا كنت حابه الجانبين قوي، بس انا كنت حابه كنت مبهوره بفكره الجانب الخيري اكتر، ان احنا طلبه كليه بس احنا بنعمل شغل بره، غير ان احنا بنساعد في الكليه، ان احنا بنعمل شغل رمضان مثلا. كل الحاجات دي انا كنت مبهوره بيها، كنت شايفه ان دي حاجه كبيره جدا بنعملها. يعني غير ان انت في حاجه عامل فيها اصحاب، بتكتسب فيها مهارات، بتكتسب فيها شخصيه قياديه، كل الحاجات دي، فانت بتشتغل كمان حاجه لاخرتك. انت مش داخل الكليه بتشتغل حاجه تخدم بيها الكليه بس، لا، انت بتعمل كمان حاجه تفيدك انت، حاجه تخليك انت مبسوط بنفسك. اما بقى الجانب الخدمي في الكليه فده كان مختلف خالص، لان انا اول ما دخلت كان في سنه قويه جدا اتحاد، فكان شغلها كتير جدا، وانا اتبسطت جدا بيها. عملت حاجات كتير قوي، او مش عملت حاجات كتير قوي، يعني شاركت في حاجات كتير. كنت لسه عضو صغير في الاتحاد، بس قدرت اشوف ازاي اقدر اكون شخصيه قياديه، وازاي اعرف امشي ايفنت كامل من نفسك أكتر. بالظبط. وانا ما كنتش بعرف اقف اتكلم قدام ناس، دلوقتي انا قادره ان انا اقف اتكلم قدام مدرج كامل عادي، ما عنديش مشكله في النقطه دي. فالنشاط بيفيدني في حاجات كتير جدا، النشاط بيفيد الطالب مش بس في شخصيته ال4 سنين بتوع الكليه، لا، بعد كده هيفيده في حاجات كتير جدا. يعني ده اللي اهلني ان انا اقدر اقف قدام فصل فيه 40 طالب او 50 طالب واتكلم بكل ثقه، وعارفه اشرح، وعارفه عيني تكون مع كل اللي قاعدين، كل الكلام ده مفيد جدا. بس بما انكم بقالكم 3 سنين في الاعمال التطوعيه. 4 سنين. 4 سنين. انت 4 سنين ولا 3 سنين؟ وانا 4 سنين. اشمعنى هي يعني؟ اشمعنى؟ مش هتبقى، انا كنت بسمع عنها. بما انكم بقالكم كذا سنه، تمام، حلو كده. بما انكم بقالكم كذا سنه في الاعمال التطوعيه، انتوا شايفين ان الجامعه بتدعم الاعمال دي، ولا حاسين ان هي بتمثل عائق في اوقات معينه؟ طبعا الجامعه بتدعم جدا، مفيش نشاط هيقوم من غير دعم الجامعه. الكليه بتدعم الاول، وبعدين لو احتاجنا دعم الجامعه ده بيوصل لنا. اي حاجه بنشتغل فيها فاحنا بنكون تحت رعايه الجامعه وتحت رعايه الكليه، وطبعا الجامعه داعمه جدا لينا، والا ما كناش عرفنا نعمل اي حاجه من الانشطه اللي احنا عملناها، مش السنه دي بس، على مدار السنين اللي فاتت كمان. مفيش اي اتحاد هيعرف يقوم من غير دعم الجامعه ليه. بس بالظبط، هي في كلها على بعضيها هي دايره واحده، هي الجامعه بتدعم فالكليه بتدعمك، فانت بتعمل شغل بيفيد الجامعه، فهي نفس الدايره ان احنا. الدكاتره كانوا بيدعموكوا، كانوا أكيد. يعني حوار المحاضرات وكده. طبعا
كان في دكاتره كتير انت رايحه باكسكيوز ان انت كنت في نشاط تطوعي او في حاجه بتخدم الكليه، فتمام خلاص حضورك موجود وكل حاجه تمام. غير كده كمان في دكاتره كانت بتنزل معانا الايفنتات، يعني كانت بتكون موجوده معانا في الايفنتات بتساعدنا فيها كتير جدا. فعلا حقيقي. حبيبي انا رحت من كام يوم من فتره كده المسرحيه اللي احنا كنا عاملينها بتاعت التربيه وكده، فشفتك هناك فكلمنا يعني ايه هي الافادات اللي فادتك يعني مع المسرح كافادات شخصيه ليك مع ان انت رئيس اتحاد. لا هي الصراحه فيها افادات كتير قوي، يعني هو فعلا زي برضو ما نورة قالت في حوار الانشطه عامه، بس خصوصا بقى كمسرح، فانت بتتكلم انت بتطلع على مسرح قصاد حوالي 500 بني ادم 800 بني ادم، وبتعمل حاجه انت بتخلي الناس كلها مركزه معاك انت، فدي طبعا بتعديك بقى من فصل فيه 40 عيل ولا 30 عيل، فدي بتكسر عنك حاجز اصلا اللي هو خلاص ما بقتش خايف من الناس، بقيت بتعمل اللي انت عايزه بالتفكير اللي انت عايزه براحتك، فلا هي بتفرق كتير قوي، وخصوصا كمان يعني انا بدات اصلا كمسيرتي في الفريق، فهي الدنيا في عرض في الثاني في الثالث، فانت بتبدا تاخد على الناس اكتر، بتتعامل مع الناس اكتر، بتكون صحاب اكتر وتمثل مع ناس صحابك، فالموضوع بيبقى ابسط بكتير ان انت تتكلم بقى قصاد ناس عادي، ما حد مش قلقان من ان انت تتكلم قصاد ناس، مش قلقان من فكره ان ده هيشوفني بعمل حركه ازاي ولا ده انا هتكلم ازاي لا عادي خلاص بقى براحتك، انت بتعمل اللي انت عايزه، بتطلع بتعمل اللي انت عايزه، ما حدش هيقول لك حاجه اصلا. بالظبط، هو حرفيا انت اول ما بتطلع خلاص المسرح بتاعك الناس كلها مركزه معاك، تحس ان انت كل الكلام انت بتقوله الناس فعلا عايز تسمعه، وهم هيسمعوه، هم جايين لك مخصوص عشان يسمعوه، فدي حاجه لا هي بصراحه احساس ممتع قوي ان انت المسرحيه فعلا كانت جميله جدا وخدت مركز تاني على ربنا مستوى يخليك يا رب. الجامعه، فبجد يعني حاجه تحفه. طيب هل نورة كانت شايله عنك بقى في الفتره دي ولا كان كل الحمل عليك؟ نورة الصراحه لا بصراحه شالت عني كتير يعني بامانه، نورة كان ربنا يعينها في فترات كتيره يعني هو كان على المسرح وانا كنت تحت بقى. لا في فترات كتيره الصراحه يعني كانت بتشيل يعني بتسد مكاني بامانه. تيم ورك كمان تمام. لا يعني الحمد لله. صح ولا انا بكذب؟ حصل. صح بجد. بشكر فيك اهو. ايوه يا ابني. وكمان انا كمان بشيل عنها لما احيانا انا ما محتاجش حد كان بيساعدني يعني. شكلي ما تبصيش كده. همشيها ما اقولش حاجز، ايوه ما اقولش للحجز، بس حسام حميد مدرس دراسات للحجز 012. بص بقى اكتب رقمي هنا. ايوه حاضر ماشي بالظبط، واعمل لي فريم كده بس، وانا هبعت لكم رقمي على والله الواتساب. يا في اللغز ده انت سيبني هبعت لكم رقمي على الواتساب، احجزها الان. بتحرم زي عشان تلزقيه طيب. يلا بس شرطك انت بقى 012 80. بس برضه حط برضه ابعت لابنك. بالظبط. ابنك معانا في امان. شباب قريبين في السن، الطلبه اللي لسه هتدخل الكليات اللي لسه في مرحله ثانويه عامه، ايه هي النصيحه اللي بتقدموها للطلبه اللي بتدخل سواء الكليه ولا كليه التربيه؟ بصي انا بشوف ان الكليه اللي جاتلك هي دي بتاعتك، ده مكانك، فانتي حتى لو انتي داخله مش حباها لا اشتغلي على نفسك وادخلي حاجات اكتر. من الاخر المكان اللي ربنا حطك فيه هو بتاعك، فانتي لو ما اكتشفتيش ده اول سنه هتكتشفيه تاني سنه هتكتشفيه تالت سنه، فمن اول سنه حاولي ان انتي تدي المكان اللي انتي فيه او تاخدي منه اقصى استفاده. يعني انا دخلت كليه التربيه بالظبط، غير ان انتي تتاقلمي عليه ان انتي خلاص انا في المكان ده فانا لازم هشتغل فيه، فحاول اطور من نفسي فيه، يعني مش بس اتاقلم عليه اللي هو خلاص هعدي ال4 سنين خلاص، لا انا هطور من نفسي في ال4 سنين دول. غير كده تقسيم الوقت، يعني انا كنت نشاط مع الكليه كان الموضوع صعب قوي، فانا من اولى ما قسمتش وقتي كويس، فاهم حاجه في النشاط او في الكليه عموما ان انت تقسمي وقتك صح، تعرفي تدي الاثنين مع بعض بس. كل حاجه كنصيحه للناس اللي هتخش، لا هي فعلا كليه التربيه فعلا جميله جدا بصراحه، بس وصعبه جدا، بس انت فعلا لو دخلت وفعلا انت حابب الكليه وحابب اللي انت عايز تعمله، فهي فعلا هو ما حدش هياخد اكتر من نصيبه، هو كل واحد فينا ليه 24 قيراط انت هتاخدهم ايا كان انت رحت فين، والله اعلم انت ممكن حتى لو انت مش حابب تربيه وداخل تربيه رزقك يكون هنا. طب الطلبه اول ما تدخل تبقى تايهه تروح تسال فين؟ ايه اللي بصي، بيحصل هو اول يوم مثلا؟ اكتر حاجه بتبقى معروفه او اول حاجه بيشوفوها الطلبه يوم الاستقبال،
يوم الاستقبال ده بيكون نازل كل الكيانات او كل النشاط عموما، وكل الطلبه دي بتبقى نازله عشان تخدم الطلبه الجديده اللي لسه داخله، سواء الاستقبال او سواء التقديمات كمان. يعني احنا بنكون معاهم في التقديمات كمان بشكل اكبر بكتير جدا، وبنحاول نعرفهم كل حاجه. غير يوم الاستقبال ده بيبقى الطلبه خلاص حاضره محاضراتهم اول يوم، وعايزين يعرفوا اكتر عن الكليه، عايزين يعرفوا اكتر عن القسم اللي هم دخلوه، وعايزين يعرفوا اكتر عن النشاط. فدي حاجه بتفيدهم جدا يوم الاستقبال ده. بالظبط. هو كده كده اصلا كلنا بيبقى يعني كلنا شبه، يعني كل واحد موجود بيبقى عارف ان اللي داخل ده عارف ان هو تايه، مش عارف حاجه داخل، مش عارف انا طب فين مدرج واحد، فين مدرج اثنين، فين مدرج ثلاثه. فلا هي كلها فعلا عارفه بعضيها، وعارفه ان انت داخل اصلا كله حاسس ببعض. اصل ما انا كنت شبهك، ما انا في رابعه، بس انا كنت جيت في اولى، ما انا ما دخلتش رابعه على طول. انا كنت شبهك، انا دخلت وكنت تايه ومش عارف. بس هي فعلا احنا بنبقى موجودين طبعا في اول يوم التقديمات وفي الكشف الطبي، ما فيش وقت بنبقى فيه في الكليه بنسيب فعلا الطالب لوحده اول ما يخش. هو بيبقى عارف كل حاجه مننا او من يعني الاتحاد كله، من كل الكيانات اللي موجوده وكل اللجان بتبقى موجوده في اليوم ده. احنا زي ما انت شايف أسرة مع بعض. عشان بنبقى نازلين احنا حتى مش محتاجين ان احنا نعرفه احنا مين، على قد ما احنا عايزين نساعدك وخلاص. احنا فعلا هو عمل تطوعي، انا مش عايز منك غير ان انا هساعدك خلاص. انا افادتي ان انا اساعدك، مش عايز منك اي حاجه ولا محتاج منك اي حاجه غير ان انا بس اعرفك انت انا كنت تايه شبهك، فانا داخل بس اوصلك لبر الامان واسيبك وانت براحتك. في الاول وفي الاخر ده اختيارك، عايز تيجي تخش نشاط تخش، مش عايز تخش نشاط. انت كده داخل لهدف معين، هو ان انت تطلع مدرس وتبقى في الاخر بعد كده تشوف كاريرك هتمشي ازاي. فعشان كده بقول لك الفكره ان انت موجود في اول يوم هتلاقينا موجودين، في اخر يوم هتلاقينا موجودين في حفله التخرج. فاحنا من اول يوم لاخر يوم احنا معاك على طول. فان شاء الله يعني باذن الله حفله التخرج تكون السنه دي كويسه باذن الله. جميل جدا بجد. ولو حسيت ان انت لسه تايه، على بيج الاتحاد ابعت لنا مسج هنرد عليك على طول. ما بيردوش علينا يا جماعه. لا برد. ما هو محمود مش عايز يمسك ميديا الاتحاد. انا عايز نوعد ميديا الاتحاد. محمود ويوسف لو مسكوا ميديا الاتحاد ممكن يرد على الناس، ممكن يرد على الناس في اي وقت. يوسف بيرد علينا في مواد الكيمياء بس تيجي تمسك قسم كيمياء. طب انت جاي ترد عايز العمليه دي، عايز اشغلك معانا، حاسك عايز يشتغل الشغل.